هو انتوا لسه بتشتروا الكاتشب من برا لاولادك؟ وليه تضيعي فلوسك وليه توكلي اولادك حاجات فيها مواد حافظة والوان صناعية؟ وفي نفس الوقت الطماطم ممكن ما تكونش مضمونة. قبل ما نخش نتفرج على طريقة الكاتشب التحفة ده، متنسيش دعميني باللايك والاشتراك. شايفين يا حبايبي، انا من كيلو واحد طماطم عملت كمية قد ايه كتير، وبجد كل اللي اكله عجبه قوي وعجب اولادي جدا. شايفين؟ انا اول حاجة بقى تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة معايا كيلو طماطم. اهم حاجة الطماطم تبقى حمرا زي ما انتوا شايفين كده، عشان ده اللي يديله اللون الطبيعي الاحمر بتاعنا. اول حاجة هنقطع الطماطم بتاعتنا عادي 4 ارباع كده زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقة كده. دي اول خطوة معانا. طريقة الكاتشب ده سهلة جدا، وفي نفس الوقت مش مكلف خالص. ازازة الكاتشب بره اللي ب30 واللي ب50، ومش بتكفي اصلا. اول حاجة بقى بعد ما قطعت الطماطم بالشكل ده، انا رفعتها على النار. يا دوبك اول غلوة زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك بس الطماطم معانا بتاخد غلوتين زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. حبايبي خلاص الطماطم بتاعتنا كده وصلت للشكل اللي انا عايزاه، وشلتها من على النار. بعد كده سبتها استريحت شوية، يعني ما بردتش بنسبة 100%. بعد كده هضيفها في الخلاط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. دي اول خطوة كده معانا. طريقته سهلة جدا، مش هتندمي لما تجربيه. بعد كده هنضرب الطماطم بالشكل ده. اهم حاجة نضربها كويس قوي عشان ما يكونش فيها حتت طماطم. انا هنا مجهزة حلة ومصفى ألمونيا زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نصفي اول خطوة كده في الكاتشب بتاعنا. انا هنا الكاتشب بصفيه مرتين. اول مرحلة في مصفى الألمونيا زي ما حضراتكم شايفين كده حبايبي، ده اول مرحلة كده. شايفين القشر اللي طلع اول مرة؟ تاني مرحلة بقى هصفيه معايا هنا مصفى سلك، ولازم تاني مرحلة نصفيها بمصفى سلك عشان خاطر تمنع اي حاجة خالص تنزل في قلب الكاتشب بتاعنا. بتمنع ولا قشر طماطم ولا بذر طماطم زي ما انتوا شايفين كده. وشايفين لونه وشايفين شكله بجد روعة. وهكذا هنفضل بقى نكمل بنفس الطريقة كده لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. وهو ده شكل الكاتشب بتاعنا في اول المرحلة بتاعته. ونفضل بقى بنفس اهم حاجة حبايبي مصفى السلك، ما ينفعش الا مصفى سلك. تاني حاجة خطوة معانا بقى، هقول لكم بقى التوابل اللي معانا للكاتشب. حاجات بسيطة جدا. معايا نص معلقة من البصل البودر والثوم البودر، ومعايا نص معلقة من الملح. بس كده، هي دي التوابل بتاعتنا اللي بتتحط على الكاتشب. تاني حاجة معايا نص كوباية من السكر وربع كوباية من الخل. واهم حاجة تكوني مستخدمة خل كويس عشان خاطر يديله المزازة اللي هو زي بتاع بره بالظبط. وهنبدأ نقلب كل التوابل اللي احنا حطيناهم على الكاتشب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا دوبك بس بعد ما نقلب التوابل هنرفعه على النار تاني، يا دوبك بس يغلي اول غلوة زي ما هتشوفي معايا كده يا حبايبتي في الفيديو. شايفين شكل لون الكاتشب تحفة ازاي؟ وشايفين هنا بعد ما رفعته على النار للمرة التانية وبعد ما اتصفى، شايفين يا دوبك اول ما يغلي تشيليه تاني من على النار. بعد كده بقى انا مجهزة هنا مجهزة ربع كوباية من المية، وضفت عليهم معلقتين كبار من النشا. وهنرجع نضيفهم على الكاتشب بتاعنا بالشكل ده. متقلقيش، هو ممكن في الاول لونه بس هيفتح كده، بس هيرجع يغمق تاني لما ندخل الكاتشب التلاجة لمدة ساعة. تمام. شايفين شكل الكاتشب هنا عامل ازاي؟ هنرجع بقى يا حبايبي نقلب النشا كويس قوي كده في قلب الكاتشب. وكده يا حبايبي بعد ما دخلته التلاجة وطلعته من التلاجة بعد ساعة، شايفين لونه قد ايه حلو، وشايفين القوام بتاعه قد ايه تخن. على فكرة كل ما بيغيب معاكي في التلاجة كل ما بتاخدي منه نتيجة كويسة قوي، وهيعجب اولادنا جدا وطعمه زي بتاع بره واحلى. كده يا حبايبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. متنسيش دعميني باللايك والاشتراك، وياريت تشتري عشان خاطر حبايبنا وعشان خاطر الكل يستفاد. بألف هنا وصحة.